مرحبا. علم السكون ومقاومة المواد. تطبيق هندسي بالمثال رقم 1. معنا مسقط إنشائي أو مدني المبين بالشكل واحد. هاي هو الشكل واحد، هاي طوله 7 أمتار وكل بلاطة 3 متر، لسقف مبنى سكني خرساني من طابق واحد. بلاطة السقف مصمتة، تخانتها 15 سنتي، والجائز AB مقطعه مستطيل أبعاده 30 ضرب 35 سنتيمتر. المطلوب حساب ما يلي: شدة الحمولة الدائمة أو بسموها الميتة المؤثرة على الجائز AB. طبعا هذا علم سكون. 2. مركبات رد الفعل في مساند الجائز AB، أيضا هذا علم سكون. 3. العزم الأعظمي في وسط الجائز AB، هنا مقاومة مواد. هاي عندي أنا المسقط المدني هون، هاي عندي الجائز AB، هاي هو AB هياته. بدي أنا أشوف الحمولة الدائمة المؤثرة عليه أو المنقولة إليه من السقف، اللي هو قسمته لبلاطتين، بلاطة رقم 1 وبلاطة رقم 2. هاي مخطط توزيع الحمولة هياته هون. نصفنا البلاطة رقم 1، نصفنا البلاطة رقم 2. طبعا عرض هون صار عندي العرض 3 متر، معناها هذا الجائز شايل 3 متر من السقف كله، يعني بلاطة بعرض 3 متر. طبعا هاي النموذج الإنشائي أو الجملة الإنشائية للجائز AB. هاي Q اللي احنا كنا نعطيها بعلم السكون. الآن احنا عم نشوف منين جاية. Q هي شدة الحمول الموزعة المنتظمة، وهاي عبارة عن المحصلة لهذه الحمولة. طبعا الحل واحد هون، انه احنا البلاطة هون الحقيقة 1 و2 هدول بيعملن باتجاه واحد من خلال الشرط الطول الأكبر اللي هو 7 متر على 3 متر أكبر من 2، وبالتالي تعملان باتجاه واحد. إذن معناها الجائز AB عم بيحمل نصف البلاطة رقم 1 ونصف البلاطة رقم 2، بالإضافة لوزنه الذاتي، هو وزن الذاتي لمين؟ للجائز AB. طبعا الوزن الذاتي بعلم السكون احنا ماخذين قانون اللي هو الوزن النوعي جمع بV. طبعا حسبنا وزن متر بلاطة، هاي هو طلع معي 11 وربع، وحسبنا وزن متر من الجائز. طبعا هون انا طرحت الارتفاع 35، طرحت منه ارتفاع البلاطة حتى يطلع معي ارتفاع المقطع الجائز الصافي. طلع معنا ايه شدة الوزن للجائز AB. جمعتن هاي هن وزن المتر من البلاطة هون 11 وربع، ووزن المتر من الجائز طلع معي شو Q الشدة هاي المطلوبة، يعني شدة الحمول الموزعة المنتظمة هي عبارة عن شو 16 وربع كيلو نيوتن على المتر. طبعا بالنسبة لردود الأفعال قادرين احنا نطبق شروط سكون، وقادرين من التناظر. يعني هون أنا شايف الحمولة بتأثر على طول الجائز، وبالتالي في عندي تناظر. حسبت محصلة الحمولات هاي اللي أخذناها بالمحاضرة، محصلة الحمولات Q اللي هي Q ضرب L، هاي Q الصغيرة اللي هي شدة الحمول الموزعة ضرب L 7 متر. طلع معي الحمولة الكلية أو المحصلة. طبعا ردود الأفعال هون VA و VB متساويين لأنه في تناظر، وبيساوي نصف Q. يعني طلع معنا نصف Q 56.87 كيلو نيوتن. فيما يتعلق بمقاومة المواد، العزم الأعظمي في هيك حالة بينشأ في وسط الجائز. يعني يعطى بالعلاقة التالية: M ماكس تساوي Q المربع، يعني Q ضرب المربع على 8. طلع معنا 99.531 كيلو نيوتن ضرب متر. شكرا لحسن الاستماع.